السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهارده القطايف بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، تطلع معاكِ لونها جميل جدًا وكمان مقرمشة. طبعًا القطايف أسعارها غالية جدًا، بشوية دقيق وشوية مَيّة هنعمل مع بعض أحلى قطايف إن شاء الله. وكمان القطايف من الحلويات الأساسية على سفرة رمضان. كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله الفيديو يعجبكم، أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، ويالّا بينا هنبدأ كده مع بعض. هنبدأ كده نجهّز الشربات، معايا كده كوبايتين من السكر، وهاضيف لهم كده كوباية ونُص من المَيّة. أنا عايزة الشربات معايا يكون تقيل شوية، وكمان هنضيف له كده نُص عصير ليمونة، وهنرفعه على النار لمدة 12 دقيقة، ما نقلّبش خالص. السكر هيدوب لوحده. بعد 12 دقيقة هنقلّب كده تقليبتين، وهنضيف له كده باكت من الفانيليا، وهنسيبه على جنب يبرد. ممكن كمان لو عايزة تدخّليه التلاجة. إحنا أهم حاجة في الشربات يكون بارد خالص معانا. وصفة سهلة جدًا بسيطة، اعمليها وإن شاء الله توفّر عليكِ فلوس كتير. وهنبدأ كده طبعًا في عجينة القطايف، هانزل كده بكوبايتين من الدقيق، وهنبدأ كده ننخل كويس عشان لو في الدقيق أي تكتلات. كمية العجينة على حسب طبعًا رغبتِك، ممكن تزوّدي شوية كمان، يعني ممكن تعملي المقدار اللي هو 4 كوبايات، وتزوّدي كمان المقادير. نزلت كده بالكوباية التانية وهنبدأ ننخل كويس جدًا. خلاص بدأنا كده نخلّى الدقيق. هانزل كده عليهم على كل كوباية من كوباية الدقيق معلقة كبيرة من سميد البسبوسة، رشة كده من الملح، وكمان معلقة كبيرة من السكر، ما نكترش ولا نبالغ في السكر. معايا كده معلقة صغيرة من معالق الشاي خميرة طبعًا، مش هنزود خميرة عشان ما تفتحش معانا مسام القطايف. هنبدأ كده نقلب كويس خالص، ومحضرة كده جنبي كوبايتين من المَيّة الدافية. وهنشوف كده مع بعض العجينة لو احتاجت معانا شوية مَيّة هنبدأ كده نزودها مع بعض. هانزل بالكوباية الأولى كده وهنبدأ نقلّب. طبعًا الخليط ممكن كمان تضربيه في الخلاط، بس المضرب اليدوي هتكوني أنتِ متحكمة كده في العجينة، وكمان بتدوّبي كده المقادير مع بعض كويس جدًا. العجينة احتاجت منّي ربع كوباية كمان من المَيّة زوّدتها علشان إحنا ضايفين دقيق سميد. بمعنى إن ممكن كمان العجينة هتبدأ تتقل كده معاكِ وتشد، فإحنا زوّدنا كده ربع كوباية مَيّة عشان يكون القوام بتاعها كويس. قوامها كويس جدًا ما شاء الله. هنبدأ كده نقلّب كويس جدًا مع بعض. جرّبي الوصفة إن شاء الله تعجبِك جدًا، وكمان ما بتاخدش معانا وقت خالص. وهنبدأ كده نقلّبها كويس علشان نشوف كده قوام العجينة ما شاء الله. تعملي كده خَط كده في الإسباتولا. طبعًا الخَط ما جاش على بعضه، خلاص العجينة قوام العجينة كويس جدًا مش خفيف. وهنبدأ كده نغطّيها وهنسيبها كده لمدة ربع ساعة. مش هنكتّر خالص، هي مش هتتخمّر معانا، إحنا بس هنسيبها كده ترتاح. أول كده ما بتبدئي تشوفي الفقاقيع خلاص هي كده خلاص ما شاء الله عليها، عجينتها جاهزة معايا. هنبدأ كده بالمعلقة، وكمان هنفرّغ كده كمية الهوا اللي فيها. تكوني كده مجهّزة طاسة على النار، على نار عالية الأول، وبعد كده بنهدّي النار أو على نار متوسطة. عايزة طبعًا القطايف تكون معاكِ لونها كده دهبي جميل، ممكن كمان تعلّي النار عليها، بس أنا هنا النهارده هنعملها كده مع بعض لونها فاتح، عشان أنا عايزاها مقرمشة معايا. وكمان بتكوني كده مجهزة كوباية يكون ليها بوز، أهم حاجة عشان تعرفي تنزّلي كده عجينة القطايف. حجم عجينة القطايف على حسب طبعًا رغبتِك، عايزاها عصافير صغيرة اعمليها، عايزاها كبيرة براحتك. عجينة ما شاء الله طالعة معايا جميلة جدًا. والمسام بتاعتها كمان صغيرة مش كبيرة، يعني الخميرة معايا شغالة وما شاء الله عليها. جربي الوصفة وإن شاء الله تعجبك جدًا. بمجرد إن هي بتستوي معايا خلاص ما شاء الله عليها الفراغات بتاعتها صغيرة وجميلة. تعرفي إن العجينة شغالة معاكِ ما فيش فراغات خالص في الضهر بتاع العجينة.
وطبعا بتخرجيهم كده من الطاسة على بعض، واهم حاجة طبعا تغطيها كويس جدا بالفوطة. شكلها جميل جدا. انا مفتحة اللون، عايزة تغمقيه شوية بتعلي النار، بس طبعا على حسب رغبتك. الحمرا ما بتاخدش معانا وقت، وعشان وقت الفيديو هنخلص الكمية. وطبعا معايا الحشوة على حسب رغبتك، الحشوة اللي متوفرة عندك. معايا كمان السيرب جاهز او الشربات، ضفت له كده معلقتين من الشربات عشان الحشوة كده تكون متماسكة معايا. والعجينة ما شاء الله عليها جاهزة كده معايا. هنبدأ كده نحشي مع بعض. ممكن كمان تحشيها كريمة او تحشيها كريم شانتيه، او كمان تحمريها كده سادة. عجينة طرية وجميلة جدا. تبدأي كده بتقفلي كويس عشان ما تفتحش معانا في الزيت. والمسام بتاعتها ما شاء الله عليها. جرب الوصفة ان شاء الله تعجبكم جدا، توفر عليكي وقفة الطابور طبعا، وكمان هتوفر عليكي فلوس، حاجة كده عاملاها في البيت بايديكي. هنخلص كده الكمية ونروح مع بعض نحمرها مع بعض. دي طبعا مش الكمية كلها، انا حشيت كده كمية، والكمية التانية كمان هسيبها كده عشان هنحمرها فيما بعد يعني في يوم تاني. الشربات طبعا جاهز معايا، وتكوني كده محضرة الزيت يكون سخن معاكي، وتنزلي كده بكمية القطايف. هنبدأ كده نقلب مع بعض. عايزاها فاتحة شوية بتطلعيها من الزيت. طبعا انا هنطلعها غامقة شوية، على دي طبعا الكمية اللي انا سيبتها لتاني يوم. مجهزاها كده طبعا حشوة كريمة بتبقى جميلة جدا. يعني كوبايتين عملوا معايا كمية كويسة جدا من القطايف. بتطلعيها كده طبعا على الشربات البارد، بتاخد كده تقليبتين وتكون جاهزة معانا. وصفتنا سهلة جدا وبسيطة، جربيها. هننزل كده بالكمية التانية عشان وقت الفيديو وقتكم. هنحمر كده باقي الكمية، وان شاء الله نروح كده نقدمها مع بعض. تقلبيها كده تقليبتين كويسين جدا في الشربات، وتصفيها كده في مصفى، وان شاء الله هنبدأ كده نقدمها مع بعض. ده شكلها النهائي. دي الكمية طبعا اللي بعد كده هحمرها تاني يوم، وهحشيها كده كريمة. ودي طبعا الكمية اللي احنا لسه محمرينها مع بعض. ما شاء الله اللون موحد، وكمان جميلة جدا مقرمشة كده، وكمان الحشوة ما شاء الله عليها. جرب الوصفة ان شاء الله تعجبكم. دي من الوصفات الأساسية في رمضان. كل سنة وانتم طيبين وفي رعاية الله.